وسهلا بحضراتكم. يتجدد لقاء جديد في قناة سبورت زون. معانا النهارده رئيس منطقة اسكندرية للميني فوتبول كابتن طارق. اهلا بيك. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن. كنت عايزة اسأل حضرتك عن الميني فوتبول. يعني اولا الميني فوتبول ده عباره يعني ما يطلق عندنا هنا بالعاميه الخماسي، مفيش حاجه اسمها خماسي. الميني فوتبول ملعب مساحته 30 في 50، المرمى 2 في 4، الملعب 5 وجون 6، تغيير مفتوح، السكور 12، 6 داخل و6 خارج، تاكلينج مفيش، يعني من ابسط ما يكون. منطقة اسكندرية يعتبر من اقوى دوري في اتحاد الميني فوتبول، ازاي وصلتوا لكده؟ اولا انا عايز اقول لحضرتك ان احنا معايا مجلس اداره محترم، معايا مجموعه متجانسه، الشغل مش فرد واحد. نجاح الدوري ده واحنا فعلا من اقوى مناطق الجمهوريه في الدوري عندنا منتظم، براعم وناشئين وبنات وناشئات. معايا 3 لجان هم عصب المنطقه، لجنه طبيه دي برئاسه الدكتوره ساره طاهر، لجنه المسابقات كابتن محمود عثمان، كابتن جوهر وكابتن عبد الفتاح، لجنه الحكام كابتن محمد حسين حكم دولي ومعاه كابتن ياسر. اللجان دي هي عصب المنطقه. احنا بنبتدي الدوري اول ما الاتحاد بيفتح في الدوري، اول منطقه بنبتدي الدوري، وبيكون من حظنا ان احنا بقالنا 3 سنين بيجي السيد رئيس الاتحاد الاستاذ احمد سمير بيفتتح الدوري في اسكندريه. انتظام الدوري هو اللي بيؤدي لنجاح المنطقه. لاعبي منطقة اسكندرية فين منتخب مصر؟ لا احنا عندنا لاعبين كتير في منتخب مصر. السنه اللي فاتت كان مشارك عندنا في البنات كابتن مريم عبد الهادي، كان عندنا 3 لاعيبه في المنتخب. كابتن مريم عبد الهادي سافرت كاس عالم في اوكرانيا. عندنا في الشباب كان في 2 لعيبه. السنه دي عندنا مدرب منتخب مصر حراس المرمى كابتن ياسر شلتوت من نادي عز الدخيله. وللاسف السنه دي يمكن ما سافرناش الناشئين، كان في 3 ناشئين و2 ناشئات، لكن المنتخب يعني لظروف خارجه عن اراده المنتخب ما سافروش. منتخب مصر الدرجه الاولى في 4 لاعبين من نادي عز الدخيله. لا احنا لنا نصيب الاسد، يعني في كابتن عصام برضه مدرب منتخب مصر للناشئين. الحمد لله احنا لنا نصيب الاسد في المنتخب. كلمنا عن خطتك المستقبليه لدوري الميني فوتبول. اولا انا ماشي بسياسه الاتحاد المصري، ولكن اهتمامنا هنا بالمراحل البراعم. عندنا مراحل البراعم 9 و11 و13 سنه، وهم دول اللي احنا بنعتمد عليهم في المستقبل. الدوري عندنا دوري منقسم لقسمين، الف وب. الف جزء اللي في البلد، جزء العجمي وغرب ده جزء ب، وبعدين بيلعب الاول مع الاول. برضو نفس الدوري الناشئين عندنا منقسم اسكندريه ل4 مجموعات. دوري البنات مجموعه واحده. خطتنا ان احنا ازاي نطلع لاعب ميني فوتبول من البراعم بالذات يمثل منتخب مصر مستقبلا. كابتن طارق شكرا لحضرتك، كان لقاء ممتع جدا، وان شاء الله هنتابع مع حضرتك بقيه الدوري. انا اللي بشكرك وبشكر قناه سبورت زون، واهلا بيكم ان شاء الله تتابعوا جميع مباريات البراعم والناشئين والمباريات الممتعه، مباريات المرحله الصغيره هتعجبكم جدا، وانا اللي بشكركم تاني مره. ميرسي، شكرا. كان لقائنا مع كابتن طارق، اتمنى يكون عجبكم، وانتظرونا بلقاء جديد الاسبوع القادم.